اهلا بيكم مع حلقه جديده من حلقات موزايك. وزي ما انتم عارفين ان احنا الشهر ده هو شهر العلاقات السامه في حياتنا، وايه الاشخاص اللي لازم نكمل معاهم والاشخاص اللي هنوقفهم من حياتنا. النهارده احنا مع اصعب شخصيه ممكن تقابلها في حياتك، وهي الشخصيه النرجسيه. خلينا نعرف طريق النرجسيه ده جه منين، وامتى الشخصيه النرجسيه دي بدا يتحط لها اطار، ونعرف ان دي احد الاضطرابات النفسيه. اول مره اتكلم حد عن الشخصيه النرجسيه كان العالم ناك سنه 1898. بعديها على طول سيمون دي فرويد في 10/9 سنة 1909، وده كان في القرن العشرين. بدأ يتكلم على إن النرجسية دي مرحلة وسطية، وكمان بتظهر قوي في سن الشباب، لأن هم دايما كانوا متأثرين بالقصص كتير اليونانية القديمة. كان عندهم شاب اسمه نارسيس، وكان الشاب نارسيس ده ما كانش بيتبسط أبدا غير لما يكون شايف صورته في المراية. ومن بعد السنة دي بدأ العالم هافلوك أليكس يحط إطار للشخصية النرجسية سنة 1927، ومن بعديها بدأنا نعرف إيه هو الشخص النرجسي. ليه إحنا دايما بنقول إن الشخص النرجسي ده من الشخصيات الصعبة؟ لأن الشخص النرجسي ده طول ما هو معاك هو ما بيبقاش معجب بأي حد غير نفسه بس. مش أنت بس، ده بقى بيعجب بنفسه في أي مكان هو فيه، وسط علاقاته، وسط الشغل. وبيتضايق جدا ويتعصب لو لقى أي حد مش تقديره لنفسه. هو بيجتذب انبساطه بنفسه لو حد جه اداله حاجه تفاخر بيها، وحاسس ان هو انا ياما هنا ياما هناك. اوقات كده ممكن تلاقي حد في علاقه يجي يقولك يا بنتي ده كفايه ان انا معاكي. يعني ايه كفايه ان انت معايا؟ انت مين انت يعني؟ يا كفايه كان نفسك مثلا شارلوك هولمز. بس للاسف الشخصيه دي موجوده كتير في حياتنا. الشخصيه اللي هي مش عاجبها اي حد، دايما هتحسسك بالذنب، اللي هو انت عملت او ما عملتش. دايما مفيش اي حاجه بتعجبه، هو ما بيعجبوش غير اللي هو بيعمله بس. مشكلة الشخصية النرجسية دي إن هي دايما بتحسسك بصغر نفس، دايما بتحسسك إنك مش موجود، لأن زي ما قلت إن هو أنت عملت ما عملتش، أنت كأنك مش موجود في حياته. فدايما أنت حاسس إن أنت مضغوط. المشكلة الأكبر في الشخص النرجسي إن الشخص النرجسي ده عمره ما بيعترف إن هو غلطان. هو دايما شايف نفسه صح في كل المواقف، في كل الطرق. هو بس كلامه اللي بيمشي، هو بس اللي كلامه المعتمد بيه، لكن غير كده كلام أي حد تاني هو لا يعتد بيه. مشكلة الشخص النرجسي ده إن أنت مش بتعرف تبقى معاه. انت حتى لو بتحبه، الحب بالنسبه له غير مبرر ان هو يصلح النرجسيه اللي عنده. الشخص النرجسي مش بيتصلح للاسف غير لو هو اعترف ان هو عنده مشكله نفسيه ومحتاج ان هو يروح يتعالج منها. وزي ما قلنا، هو ليه اصلا الشخصيه النرجسيه دي شخصيه صعبه؟ لان لغايه دلوقتي علم النفس مش عارف سبب الشخصيه النرجسيه. هل هي طريقه تربيه؟ هل هي ممكن تكون مشكله في الجينات؟ لغايه دلوقتي محدش عارف ليها سبب. لكن للاسف الشخصيه النرجسيه دي بقت من اصعب الشخصيات الموجوده. اقول لك بقى على حاجه تانية اكبر. للاسف الشخصيه النرجسيه دي بتبقى شخصيه جذابه جدا، ان انت ما بتبقاش عارف في الاول هي بتعمل كده ليه. انت حاسس ان هو انت معاه ومش معاه، هو عاجبك بس مش عاجبك، لان زي ما قلت هو دايما بيديك ميكسد فيلينجز، فانت ما بتبقاش عارف اذا كان الشخص ده حلو ولا وحش. للاسف الشخصيه دي لو هي ما اعترفتش ان هي عندها غلط، انت مضطر النهارده انك تبعد عنها، لانك عمرك ما هتكون انف في العلاقه دي. ايا كان الشخص النرجسي ده هو مين في حياتك، للاسف انت مضطر ان انت تبعد عنه، او اتليست لو هو حد قريب منك قوي لازم هتسيب مسافه بينك وبينه. النهارده احب اقول لك لو انت لسه ما عملتش سبسكرايب للشانل، ادخل النهارده واشترك عشان انت معانا في اهم شهر من شهور موزايك.